الفيديو ده انا عامله مخصوص علشان خاطر مريض جالي عنده مشكله في الرقبه، راح لحد من الناس شد له رقبته بحبل، عمل له كسر في الفقره العنقيه الثانيه، وده الغلط فيها بيؤدي الى شلل رباعي لا قدر الله عز وجل. اضطرينا ان احنا نعمل للمريض عمليه جراحيه لتثبيت الفقرات دي بصفه عاجله. الام الظهر مش هزار، بس مش كل الم محتاج عمليه. الخطر بعض العلاجات السريعه اللي ممكن تخليك اسوأ واحيانا تتسبب بضرر دائم. الجراحه دايما بنقول للمرضى انها اخر حل بنلجأ لها لما العلاج التحفظي يفشل. لو في انزلاق غضروفي شديد او ضغط على الحبل الشوكي بيعمل ضعف في الاطراف او فقدان بتحكم المثانه او الامعاء، ضعف عصبي واضح، تدهور وظيفي سريع، عدم استقرار فقرات او دليل واضح في صور الاشعه، خليك حذر من الردات العشوائيه او الحقن مجهوله المصدر او اي حد بيوعدك بوعود سريعه ملهاش اي اصل. الحاجات دي ممكن تزود تلف الاعصاب او تسبب شلل لا قدر الله عز وجل. لو حد نصحك بالجراحه استشير اكتر من متخصص جراح عمود فقري وخد القرار بتأني وبالراحه، وخليك فاكر ان التشخيص المبكر ممكن ينقذ حياتك.